معلش يا حبيبي، أنا عارفة إنه كان يوم صعب. البقاء لله. ولا ما هعمل لك حاجة تشربها. توحشني برضه. مساء الخير. مساء الخير. عجباكي؟ عجباني البلوزه دي قوي، هاخدها. ايه ده، هو مش انتي فريده عسل؟ حضرتك تعرفيني؟ طبعا. هو انتي شريكتي داليدا؟ لا. ولا لا؟ يعني بنشتغل مع بعض. هي مش داليدا برضو كانت شغاله عندك زمان؟ كانت شغالة عندي. يا نهاري على الزمن، هاخدها. طب يلا يلا عشان تحاسبي. لفي دي. مبروك. ميرسي. انا هاخد من هنا 5 بيسز لاتيليه بيروت. تمام. هو انت اخدتي من فرع الزمالك؟ لا لسه هسافر عشان اظبط كل حاجه ده هناك. انت قدامك لفه طويله بقى. طويله بس ده انا لسه هعدي على 10 فروع. بقى على آخر الزمن داليدا اللي شغلتها عندي بالعافية يبقى عندها أكتر من 15 فرع لمحلاتها، بيروت واسكندرية والزمالك وغيره. لا وإيه، أنا اللي بشتغل عندها. اللهم لا اعتراض، بس اشمعنى هي؟ ولحقت تعمل كل ده امتى؟ وازاي؟ ازاي انا اللي هقبل بكده؟ هقبل وتطلع بسرعة الصاروخ ل7 سما وانا اقع ل7 ارض؟ لا. اتصرفي فريدة، اتصرفي بأي طريقة، قضيها وتصرفي. يا امي بقول لك كتب لهيثم كل حاجه بيع وشراء ومعاه مستندات بتثبت كده. لا يمكن، اكيد في حاجه غلط. ما طبعا في حاجه غلط، بس اثبتي بقى. لا يا علي، في مليون طريقة ممكن تثبت بيها، اوعى تسيب حقك. انا مش فارق معايا حقي، انا كل اللي فارق معايا حاجتين: يكون الواد ده استغل مرض جدي وخلاه يمضي على حاجات هو مش عايز يمضي عليها لما انا وانتي كنا ملهيين في موضوع باباكي. والحاجه التانيه اللي مخوفاني اكتر بقى ان يكون البارون مات وهو غضبان عليا. لا لا يا علي، لا، جدك لا يمكن يعمل كده. جدك حقاني. جدي كان حقاني بس زعل وحش، وانتي اكتر واحده عارفه. علي، هو ممكن يكون موضوع جوازنا سبب في اللي بيحصل؟ لا طبعا. داليدا انتي مالكيش دعوه بالموضوع ده خالص. طب روح له يا علي، روح له وافهم منه. انا هروح له بس مش عشان فلوس، عشان لو كان فعلا اذى جدي انا مش هرحمه. داليدا يا حبيبتي، شيل الافكار دي من دماغك خالص، سامعه؟ بصوا بقى يا رجاله، من النهارده مفيش حاجه اسمها علي صقر. علي صقر ما بقاش ليه مكان هنا ولا ينفع حتى انه يجي. الامبراطوريه اللي انتوا شايفينها دي بقت بتاعتي انا. انا عايز اقعد مع واحد فيكم عشان اعرف الشغل ماشي ازاي. عملت ايه للبارون في اخر ايام وخليته كتب لك كل حاجه؟ ايه يا علي؟ انت بتعلي صوتك؟ انت عايز الناس تقول ان احفاد البارون ماسكين في بعض على الفلوس ساعه ما مات؟ كل الرجاله دي عارفين ان انا ماليش في الفلوس، انت بس اللي ما تعرفش. امال ايه يا علي؟ تعمل كده ليه يا علي؟ استغليت مرض البارون وخليته كتب لك كل حاجه. يا علي مش ده اللي حصل. جدك طلب مني اني اظبط له الدنيا كلها عشان يبقى حالي. انت كداب. جدي ما كانش بيطيقك عشان يكتب لك جنيه واحد.
لا يا علي، جدك في اخر ايامه كان بيحبني. عارف ليه؟ عشان عرف ان انا ابن اصول وجدع مش زيك. رحت بعت دم ابوك بالرخيص واتجوزت ونسبت اللي قتلوه، ودوست على كلام البارون بالجزم، واتجوزت دليده في الاخر. عشان كده قرر انه يعاقبك ويكافئك. وحقيقة يا علي بقى انا مش شايف ان انت المفروض تيجي هنا تاني. اما على حاجتك في المكتب ما تقلقش، هبعتها لك مع السواق. شرفت يا علي. ماشي يا رجاله، انا عايز اعرف ايه اللي لينا واللي علينا. أكيد لأ يا بارون، أكيد ما مشيتش وأنت زعلان مني. ما أنت لو كنت زعلان كنت هتقولي، وأنت بنفسك وافقت على جوازي من دليدة، وأنت بنفسك وقت ما قلت لك لازم ناخد حقنا مرضتش. أكيد كلام الواد هيثم ده هبل، أكيد أنت ما قلتلوش كده. وأنت عمرك ما زعلت مني ولا دخلت حد بينا. وحتى لو خدت على خاطرك شوية عمرك ما هتعمل فيا كده، عمرك ما هتعاقبني بالشكل ده، عمرك ما هتسيبني محتاج لحد، ولا هتسمح لحد يطردني من مينا. جدو، هو انت زعلان مني؟ فهمني جدو، فهمني يا جدو، زعلان ولا لا؟ أنا فين؟ انت في المستشفى حبيبتي، الحمد لله على سلامتك. ما كنت هموت لو كان جرالك حاجه. ان شاء الله هتكوني احسن يا حبيبتي، اطمني. شكرا. ان شاء الله انا وانتي لا. بعد الشر. انا الدكاتره طمنوني، الحمد لله حالتك بقت كويسه. الحمد لله. ما تقلقيش يا حبيبتي، هنطمن عليكي ان شاء الله. اهم حاجه يا حبيبتي مش عايزك تتكلمي خالص، ريحي. ولو عوزتي اي حاجه احنا هنا، شاوري لنا بس واحنا نجيلك على طول.
ادهم لو استمرينا بالشكل ده انا مش هقدر اكمل. انا تعبت من العيشه دي. لو عايز تطفشني بالذوق قولها لي في وشي وانا همشي. في ايه؟ انا لا عايز اطفشك بالذوق ولا بعمل لك خطط. واللي عندي قلته لك المره اللي فاتت، والعيشه اللي مش عاجباكي دي تبقى عيشتي يا اختي. انت ما كنتش كده معاها، ما كنتش كده. عشان معاها الدنيا كانت دنيا، كانت رايقه وسهله وبتضحك. دلوقتي الدنيا مكشره في وشي، جز عليا اسنانها قوي، واحنا عشتنا شبه ظروفنا يا خلود. يعني على حظي؟ على حظك. اعمل ايه؟ طب والظروف دي بقى مفيش امل انها تتغير؟ والله ممكن تتغير، بس امتى انا معرفش. يعني ممكن تاخد سنه، ويمكن 10، يمكن 20. ولو قلت لك اني مش هتحمل كل ده؟ عادي، متحمليش. هاتي ايدك كده، هاتي ايدك. انت طالق يا خلود. انا كل اللي انا فاكراه ان انا نزلت اجري في الشارع على البحر زي كل يوم، واول ما حاولت اعدي الشارع عشان اروح عربيه كانت خبطتني. طب العربية دي كانت قصدها تخبطك ولا كانت عربية ماشية بسرعة وخلاص؟ لا كانت قصده، لان العربيه دي كانت واقفه، واول ما انا ابتديت اعدي اتحركت. يا ولد اللذينه، ربنا ينتقم منهم. انت متأكدة يا حبيبتي؟ متأكدة والله. هما مسكوه؟ لا لسه، بس هيتمسك وساعتها حسابه هيبقى معانا. مين الكفره دول؟ دول كتير قوي، كتير قوي يا طنط. عايزين منها ايه؟ عملت لهم ايه؟ ما عملتلهمش حاجة، شر لمجرد الشر، أذى لمجرد الأذى يا أمي. طمني يا حبيبتي، ان شاء الله هتبقي زي الفل. حكايتك صعبه قوي. حكايتك من الحكايات اللي ما بتحصلش غير كل 100 سنه مره. الحمد لله، أنا راضية بكل حاجة، راضية باللي حصل وراضية باللي هيحصل. ما تقلقيش، مش هيحصل غير كل خير ان شاء الله. إن شاء الله. طب يا فندم، أنا عارف إنه مش تخصص حضرتك يعني، بس تقريبا من اللي أنت سمعته ده بتشك في مين في أهلها بالظبط؟ انا تحديدا شاكك في حسام اخوها وادهم ابن عمها وعمها سليمان وفريد عسل. أو كلهم؟ أو ناس منهم متفقين مع بعض؟ لا، انا بستبعد الاحتمال ده، لان الجاني حد واحد، حد فيهم، يا حسام يا ادهم يا سليمان يا فريده. لان كمان اسبابهم مختلفه. ادهم غيره وبيحمي نفسه من الادله اللي كانت هتسلمها، وحسام عشان منافستها ليه في الشغل وبرضه بيحمي نفسه، وسليمان طار بنته وما استبعدش كمان خوفه من اللي هي كانت هتعمله فيه. اما بقى فريده فهو كره وحقد النجاح. يا باشا دي اختي الوحيده، وبعدين تنافسني ازاي يعني؟ المحلات عندي والمصنع بقالهم سنين، يعني ما شاء الله يا جبل ما يهزك ريح. وبعدين هي مش القضيه دي كانت اتقفلت، وابو اللي اتقتلت بنفسه قال ان هي رصاصه طايشه، تيجي هي بقى تثبتها عليها ازاي يعني سعد؟ يا باشا انا كافي خير شري، ما بخرجش بره البيت. كل اللي عايزه من الدنيا هو حسن الخاتمه. عندك اهل الخان اسالهم وانت تعرف، لكن انا زهقت. ايوه، مش كل ما حد يتقتل في الخان ولا تخبط عربيه تجيبوني، لا صحتي ولا سني يسمحوا بكده. والله سعادتك يعني مع كامل احترامي يعني مفيش اي حاجه من الكلام ده صح. حب ايه وغيرة ايه بس؟ ده قصص قديمه يعني، ده لعب عيال. ده انا حتى بعديها اتجوزت وطلقت، وهي ما شاء الله بقت ست متجوزه يعني. بعدين ادله اللي بتحاول تجمعها، لا مؤاخذة بالله وتشرب ميتها. احنا ما عملناش حاجه، ما قتلناش حد. طب وانا هعمل فيها كده ليه؟ على فكرة دي أول ما جت اسكندرية جت عليا واشتغلت عندي، وكنت بعملها كويس جدا جدا. وأنا كمان لما جار بيا الزمن رحت لها وطلبت منها شغل، وهي كمان وقفت جنبي. للاسف كلهم نفوا. كدابين. انا محتاج منها تفاصيل اكتر عشان اعرف احدد مين فيهم الجاني.
طب يا فندم بما انك حققت معاهم كلهم يعني، شاكك في مين اكتر حد؟ اكتر حد شاكك فيه هو حسام، بس محتاج منها معلومات. المعلومات دي هتساعدني جدا في التحقيقات. طب ده لازم تكلميه. انا ما بتهمش حد ومش عايزه اتهم حد، وحتى لو عرفت اللي عمل كده انا مش عايزه اعرفه. انا تعبت والله العظيم من المشاكل والصراعات. انا عايزه اعيش في سلام، عايزه اعيش زي الناس الطبيعيه. عمرنا ما هنعيش في سلام وامان غير بتطبيق العدل، وان كل انسان ياخد حقه. مساعدتك ليا دي مش مساعده ليك انت بس، مساعده لناس كتير ممكن يتاذوا ويتضروا من الجاني لو فلت من عقابه. هيثم، انت عارف ان احنا من ساعه ما اتجوزنا وانت ما بقتش بتقعد معايا خالص؟ حبيبتي انا اسف، انا من ساعه ما استلمت الامبراطوريه وانا بحاول اصلح العك اللي البيه عليه عمل. اديني يومين هظبط كل حاجه وهكون معاكي. ماشي؟ ماشي. روح اشوف. ايه الاخبار؟ خليك قاعد. ها، عملت اللي قلت لك عليه؟ والله يا هيثم باشا، انا اتكلمت مع مسؤول الشحن، قال لي ان الموضوع هيبقى صعب قوي. فكره اننا نزود حموله كل سفينه دي نص حموله فكره خطر. بس رزق كبير. انت عارف احنا لو عملنا كده ارباح الشركه هتزيد قد ايه؟ النص كل شهر. ايوه رزق، بس ده هيتسبب في كوارث. يا عمي ولا كوارث ولا حاجه، احنا اول ولا اخر ناس هتعمل كده. حضرتك احنا عمرنا ما اشتغلنا كده، ولا البارون ولا علي بيه صقر عودونا على كده. يا عم انسى ايام البارون خلاص راحت ايامها. هيثم باشا، الكلام ده هيبقى عليه مراقبات. مالكش دعوه انت بالمراقبه. براحتك، بس صدقني غلطه واحده ممكن تضيع كل اللي بناه البارون، ولو الغلطه دي حصلت هنبقى بنغامر بارواح رجالتنا وزمايلنا وبضاعه ناس بتشتغل معانا بقالها سنين. خطر ايه وارواح ايه؟ ما تجمد قلبك بقى يا ابني، اللي ملهوش قلب ملهوش رزق. تمام؟ اللي تشوفه. ده الناس دي سابقاها معاكي كتير وياما حاولوا يؤذوكي. عارفه، بس المره دي انا مش متاكده، مش يمكن ما جوش جنبي. والله الناس دي ما تستاهل اللي بتعمليه معاهم ده. بس المره دي انا فعلا مش عارفه مين فيهم اللي عمل كده ومين اللي ما عملش. ده انت بتحميهم. انا بحميهم؟ بتحميهم عشان واحد فيهم اخوكي والتاني عمك وابن عمك واللي بتشتغل معاكي. والله العظيم ابدا، والدليل على كده ان انا متهماهم في حاجات تانية. علي لا تزر وازرة وزر اخرى. وبعدين ممكن اسال سؤال؟ اسالي. هو انا همشي من هنا امتى؟ النهارده ان شاء الله. ان شاء الله. يا نادر، على فين؟ نادر. دورة. نادر. نادر. ايه ده؟ الواد حصل له ايه؟ الواد شكله مات. يا نهار اسود. طب والعمل؟ نرميه في النيل ونخلص. لا يا عم، لحد يشوفنا واحنا معاه يعمل لنا مصيبه. بص، احنا نسيبه مكانه، وكده كده محدش شافنا واحنا معاه. الشيخ حمزه. العيال دي بتجري ليه؟ وده مين كمان؟ ده نادر. الو. ايوه انا الشيخ حمزه. يا استاذ سعد، انا لقيت ابنك واقع في الغرزه اللي ورا المصنع. طب بقول لك ايه، هروح مشوار بس نص ساعه وراجعه، ممكن بس تخلي بالك. حاضر، خليكي في قصص الحب بتاعتك دي، انتبهي لشغلك شويه يا اختي، ما تتاخريش. ما تتاخريش. داهيه.
اهلا وسهلا يا هانم، اتفضلي. نادر 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 قوم يا ابني وخد دواء تاني. ليه بتعمل فيا كده ليه؟ مش كفايه اللي احنا فيه؟ قوم يا قوم يا قوم ساعدني يا حاج. قوم يا ابني. دول 200,000 جنيه للرجاله اللي هتنفذ في المصنع والرجاله اللي هتنفذ في الارض. بعد ما تعملوا اللي احنا عايزينه كله وتجيبوا الرجاله الزياده، كل واحد فيكم حلاوته عنده كبيره قوي. تمام يا ادهم. تسلم يا ابن الكبير. بس عايز شغل ناس بتفهم والنبي. ما تقلقش يا ادهم بيه، هندخل خفيف وهنخرج خفيف. ماشي، وانا هظبط نفسي وهكون وسطيكم. بالاذن احنا ادهم باشا. يلا يا رجاله. مش حرام يا ابني الفلوس دي كلها؟ لا مش حرام. طب هنستفيد ايه باللي بتعمله ده؟ عشان يفهم انها ما خلصتش وان احنا مش صيد سهل. لما تتجابلوا على الارض كده هيجي يتفاوض غصب عنه. مع عم سليم ما افتكرش. انت كده ادهم بتجيدها نار، واحنا دلوقتي مش قد النار دي. هو انت من امتى وانت بتخاف كده؟ قصدك تقول من متى بقيت جبانك ده؟ عشانك يا ولدي. ايوه بقيت جبان عشانك من بعد ما فقدت اختك، وكنت هفقدك انت كمان. عرفت ليه بقيت جبان؟ عشان خايف عليك، خايف على عمرك، مع ان الطار جوايا نار لا بتهدى ولا بتنام. عن اذنك يا بابا. يعني انتوا عايزين نعمل ايه يعني؟ انزل ادور على شغل؟ وماله مش عيب؟ انا ما قلتش ان الشغل عيب، بس انا ما بفهمش غير في شغلي، ما اعرفش اعمل حاجه تانية. حبيبي ما تعمل مشروع. منين يا ام؟ انا ما حلتيش غير مركب دريده، وعشان مركب دريده تنزل البحر اصلا محتاج فلوس قد كده، وانا حساباتي خلاص ما بقاش فيها فلوس في البنك. انا ما كنتش عايز اقول لكم بس عشان ما تضايقوش، بس انا كنت حاطط فلوسي كلها في الشركه، ما كنتش اعرف ان كل ده ممكن يحصل. طب صلي على النبي بس. عليه الصلاه والسلام. انت محتاج ايه عشان تفتح شركه زي الشركه اللي كانت عندك؟ يعني ايه؟ يعني محتاج كام؟ مبلغ قد ايه؟ محتاج فلوس كتير جدا طبعا. طب ايه رايك لو خدنا قرض من البنك؟ وايه الضمان؟ من غير ضمان. يا بنتي هو في بنك بيدي قرض من غير ضمانات؟ في. ده بنك ايه العبيط ده؟ انا انت بتهزري؟ والله بتكلم بجد، ده الحل الوحيد. والله فكره حلوه جدا. لا طبعا انا مش موافق، انا لا يمكن اعمل كده. لا هتعمل كده. لا مش هعمل كده. لا هتعمل كده يا علي. الزوجة اللي ما بتقفش جنب جوزها في ظروف صعبة زي دي تبقى ما تستاهلهوش. وبعدين انت ياما وقفت جنبي، ولا انت نسيت؟ ولا انت عايز تطلع اجدع مني؟ وبعدين والله يا علي انا لو اعرف ان انت ممكن تقبل مني فلوس عشان يعني تفك الازمة اللي عندك كنت عملت كده، بس انا عارفة ان انت مش هتوافق عشان انت صعيدي. صدقني يا علي ده الحل المناسب. طب اقول لك حاجه عشان اريحك، احنا ممكن نكتب كده على ورق.
كريستينا جونز دي المذيعة اللي عاملة برنامج دلوقتي مكسرة الدنيا، اللي هي بتنافس بيه أوبرا. عارفاها، بس هي وصلت لنا ازاي؟ ما هو من الإنترنت بقى والسيرش وكده. السايت اللي احنا عاملينه ده مكسر الدنيا، ده غير انها أصلا معجبة بالفستان اللي انت عملتيه للملكة إيمان. الحمد لله. المشكلة انها مستعجلة شوية لدرجة ان مدير أعمالها وصل امبارح. مستعجلة يعني محتاجاه امتى؟ 3 أيام. لا 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 مستحيل. ليه؟ عشان أنا عندي فستان خطوبة أمل. أمل دي البنت أمل دي البنت الجميلة اللي جات لنا قبل الحادثة من جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة. طب ما تعملي فستان كريستينا وبعدين تعملي فستان أمل. كريستينا دي رقة تانية خالص، وأمل دي إحساس تاني خالص. نسرين أمل دي نفسها أنا اللي أعمل لها فستانها، وأنا بصراحة مستحيل أكسر بخاطرها. طب ما تخلي حد يعمله لها يا ستي، أنا هعمله لها بإيدي. يا سلام، أغشها يعني أخدعها؟ لا طبعا مستحيل أعمل كده. طب أقول أنا إيه المدير أعمالها دلوقتي؟ هقولك، اديني نمرته وأنا هكلمه، حاول أقنعه يأجل الحلقة. ماشي إن شاء الله هيوافق. الواد لبيب لسه شايفه مع شويه رجاله من اللي انت طردتهم من المصنع، وانا كنت عنده من شويه في المستشفى. انتوا متاكدين ان ادهم هو اللي حرق؟ طبعا. مش ماس كهرباء يعني زي ما اتقال لي؟ لا ماس كهرباء ايه؟ ده حريق ومتخطط له. تمام، عشان لما اولع فيه هو اللي جايبينه يبقى انا على حق. كلمت شركه التامين؟ حصل. وهيعملوا ايه؟ هيشيلوا الليله دي؟ للاسف لا. ليه؟ لان احنا ما دفعناش اي فلوس من يوم ما انت مسكت. يعني ايه ما دفعناش؟ يعني فسخوا العقد. فسخوا العقد. تمام يا رجاله. هعمل ايه يعني؟ مستنيه الوقت المناسب عشان امشي. لا طبعا مش هطول يا اختي، ده كاتم على نفسي، ده بيعاملني ولا العبيد. لا، ما انا بالمنظر ده همشي وايدي فاضيه. ربنا ياخده، ولو عملت كده ده ممكن يقتلني. مش عارفه اعمل ايه بس. يا فندم أنا شايفة الحل المناسب إن الحلقة تتأجل بحيث أنا أكون خلصت التزاماتي. ما هو أنا كمان عندي مواعيد وفي حاجات لازم أسلمها. ده آخر كلام عندي. لا بص حضرتك، أنا ما بغيرش مبادئي عشان حد أيا كان مين. بالراحة شوية. خلاص لو حضرتك شايف إن أنا بعتذر فخلاص أنا بعتذر. أوكي، ميرسي، جود لك، مع السلامة. إيه اللي عملتيه ده؟ إيه اللي أنا عملته؟ عملت الصح. بعد اللي انت عملته ده الواد ده مش هيسيبك في حالك. حسام ده خلاص بيخلص. ما بيخلصش، انا عارفه. واد سوى هو وابوه. انت فين يا سليمان انت وابنك؟ قلت لك خليك هنا. اقعد. خليك، انا رايح. خليك جنبي. انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ انت ازاي رجليك جايباك لحد هنا؟ هو انت لسه شفت جنان؟ ده انا هولع فيكم. هتفطرك يا نور، هتفطرك يا بنتي. ارتاحي في جبرك دلوقتي. زهرات يا ولية، قلت لك
قلت لك هاخد بطار بنتك، واديني نفذت وعدي. خدت بطار اختك يا ادهم، ها؟ خدت بطارها وبقيت انت الكبير، ادهم سليمان شديد الطائر كبير الخان. قلت لك قبل كده الكبير مش هيخرج غير من البيت ده. يا باشا ابويا ملوش دعوه، انا اللي قتلته. لا يا ادهم، ابوك اللي قتله. احنا عرفنا كل حاجه من رجاله حسام. لا ابويا ملوش. ايوه يا بيه صح، انا اللي قتلته وبصماتي على المسدس. انت بتقول ايه وبصمات ايه يا باشا؟ انا اللي قتلته. انت بتقول ايه يا باشا؟ يا ابويا ابوس ايه يا باشا؟ اخلص خالص. انا بيه انا اللي قتلته. يا ابويا بتقول اسكت بقى. قتلته عشان اخد تربيتي، عشان راسي تبقى مرفوعه وسط الخان كله. الكلام ده تبقى تقوله معاه في الاسم. هاتوه. انت كبير الخان يا ولدي، كبير الخان. قامت وغرف 60 داهية. لا وانا مالي، استنى ايه؟ ما يدفن زي ما يدفن. طبعا، عيب عليكي، قلبتلي قرشين حلوين، كل اللي اقدر اشيله شلته. طب يلا سلام بقى انت دلوقتي، بعدين بقى هبقى احكي لك عشان الحق امشي. يلا بابا. ايه رايحه فين؟ ايه ده؟ انتوا مين؟ عايزين ايه؟ احنا رجاله حسام بيه ولا نسيتينا؟ وعايزين ايه بقى يا رجاله حسام بيه؟ لينا عنده بقى حساب وما خدناهوش. طب وانا مال؟ مالك ازاي؟ انت مش مرات ابوه؟ ولا انت بتفكري تحصدي المحصول لوحدك؟ محصول ايه؟ بقول لك انت وهو، البيت عندكم اهو، خدوا منه اللي انتوا عايزين. ده على اساس ان انت سبتي فيه حاجه، ده انت تلاقيكي قشطتيه قبل ما تقلبي، فات الشنطه. اثباتي اقفي. كده بقى اقدر اديكي تاشيره المغادره. سلام يا حلوه. يلا يا رجاله. فلوسي حرام عليكم. انا بجد مش عارفه الخبر ده وصل للميديا ازاي. ما انا قلت لك في حد من التيم بتاعها مش امين عليها. شفت يا علي؟ مفيش توك شو ده ريده ما عملتش فيه مداخله. انا شفت. ده غير البرامج الفاشن العالميه، ده الخبر الرئيسي عندهم. هما يتجننوا ازاي واحده مش معروفه ترفض تعمل فستان لكريستينا جونز. عامل بالظبط زي اللي عنده ريستورانت بره في يوروب او في امريكا وما يرضاش يدخل سيلبرتي. بيعمل دوشه وبروباجندا للمكان، بيعلي المكان جدا. يعني موضوع نفسي بحت. بس انا والله العظيم ما كانش قصدي كده فعلا. انا عشان كده عملت مداخله، عشان كده عملت مؤتمر صحفي، عشان بس اقول لهم ان انا دي ما كانتش نيتي، وعشان شكل الست. هو ده عشان انت نيتك كويسه، عشان كده متاكد ربنا هيكرمك. بس انا مش عايزه انجح بالطريقه دي يا علي، انا ده مش طريقتي ولا اسلوبي. والله انا خايفه ان البروباجندا دي تجيب لنا ضرر. لا مش هتجيب لنا ضرر ولا حاجه، هتجيب لنا خير بجد والله، وخير كتير قوي كمان، اكتر من لو كنا عملنا الفستان. ما تقولي لنا بقى ايه السسبنس اللي معيشانا فيه ده؟ في براند عالمي ما يقلش عن LV وارماني عايزين يشاركوني. ما شاء الله. احلفي والله عندهم 300 فرع حوالين العالم،
وعايزين يشاركوا طبعا براند صوفيا، وهيبقى في كل حته في العالم، والهيد كوارتر بتاعهم في باريس. شفتي ربنا كريم ازاي؟ الحمد لله. شفتي حبيبتي الخير اللي عملتيه، الفستان اللي عملتيه للبنت الغلبانه دي. شفتي بقى ربنا جبرك ازاي؟ صح. الحمد لله. مين اللي مات ده يا ابني؟ حسام ابن سليم الطاهر. يا ساتر، امال فين اهل الخان؟ انا اول مره اشوف جنازه ما فيش غير 3 4 تنفار. مش كنت قلته؟ الخان كله عارف يا حاجه، بس بعيد عنك، هو ما سابش حد في الخان غير لما اذاه، فما حد جه. عشان كده نهايته كده. الله يرحمه، ربنا يحسن ختامنا. ميرسي ميرسي. ميرسي يا بابا. ميرسي بكم. مبروك. الله يبارك فيكي. اي نعم انا ما فهمتش اي حاجه من الفرنساوي اللي انتوا قعدتوا تبرطموه فريد فهميني بقى عملتوا ايه وايه النسب وكده يعني. هم 60% واحنا 40%. بس ده قليل قوي. لا طبعا ده كويس جدا. بعدين ايش فاهمك انت؟ تعالي. انا عارف ومقدر كويس قوي اللي انتوا بتعملوه عشاني، وعارف يعني ايه عمال بتشتغل في شركه كبيره وبتقبض مرتب ثابت يسيبوا كل ده ويشتغلوا في شركه جديده بنص مرتبهم. ما تقولش كده يا استاذ علي، ده انت خيرك علينا. بصراحه ضغور وهو فيها، ده بيعاملنا معامله ولا كاننا خدامين عنده. عرفت، وصلني كل حاجه يا رجاله. الشركه الجديده دي هتكبر بيك وليك ان شاء الله. طب اتفضلوا يا رجاله. ماشي يا ريس. مبروك يا حبيبي، ان شاء الله يكون وشها حلو عليك. ليه روح قلبي الورد الحلو ده؟ والله انا ما عرفتش اجيب لك ايه، يعني كان نفسي اجيب لك حاجه اكبر من كده. مفيش اكبر من اللي بتعمليه معايا ده ليه؟ انا ما عملتش حاجه خالص يا علي. خالص ما عملتيش اي حاجه. ما رحتيش من ورايا دفعتي الديون اللي عليا وظبطتي اموري في البنك. دي اقل حاجه ممكن اعملها لك يا علي. ربنا قدرني اعرف ارد لك اللي بتعمليه معايا. انا مش عايزاك ترد لي اي حاجه، انا بس عايزه شركتك دي تبقى احسن شركه في مصر، في العالم كمان. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. ايه مالك فيكي ايه؟ ماليش. والله؟ على اساس ان انا ما اعرفكيش يعني؟ انت في حاجه مضايقاكي ومخبياها. بس المحامي لسه قافل معايا. بقول لك ايه؟ نتيجه التحقيقات طلعت حسام هو اللي قتل نور. طب وحادثتك؟ هو كمان اللي مدبرها. لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا ينتقم منه اقول ايه؟ ما هو خلاص انتقم منه يا علي. عمي قتل حسام. الله يرحمه. بس انت متضايقه ليه؟ هو خد جزاؤه. انا عارفه، بس اسم اخويا برضه. صح، ربنا يسامحه. طب وموضوع باباكي ايه؟ ما طلعش ولا عمي ولا ابنه. امال طلع مين؟ دي الحاجه الوحيده اللي لسه ما عرفوهاش. أنا خلاص يا دحم، ما بقاليش مكان في الدنيا يا ولدي. عشتها بالطول وبالعرض، شفت فيها نعيم ياما وعملت كل اللي نفسي فيه. حاجة واحدة بس اللي كانت منغصة علي حياتي، إني آخد دور نور، وخدته. سيبك مني يا ابني، سيبك مني،
الوقت الضايع في حياتي. خلي بالك انت من امك وركز مع نفسك. ركز مع نفسي وسيبك لمين؟ انت هتخرج منها دي تطلع منها عادي. خير ادفع عن نفسي. انت هترجع كبير الخندة تاني. لا يا ولدي، انت الكبير، ووصيتي الأخيرة لك ربي عيالك وعيال عيالك إنهم كبار، وإن كبير الخان لازم يخرج من بيتنا حتى لو كان التمن عمره. انت بتقول لي انا الكلام ده ليه؟ انت هتخرج وتقول لهم الكلام ده بنفسك. خلاص حكايتي خلصت. قول له يا بنت، قول له ان انا مش هغير اجوالي، واني اعترفت ان انا قتلت عشان اخد بطاري. لازم الخان كله يعرف ان انا خدت الطار بنتي، عشان الناس كلها ترجع تهبنا تاني ومحدش يقرب لك من بعدي. الكبير مصمم يا ادم بيه، مصمم انه يقول كده، وتصميمه ده مش هيجيب العواقب سليمه. اقل واجب تأبيده. علي، سألت عليك في المين قالوا لي ان انت روحت. ايه يا علي؟ البارون الله يرحمه علمك ان انت تسرق العمال من زمايلك؟ مع فرق مقامات طبعا. لا، البارون ما علمنيش كده، انا ما سرقتش حد. هي بس من معاملتك الرجاله طفشت منك وجات لي. وانت ناوي تشغلهم ايه معاك بقى؟ هو انت اصلا عندك شغل يا علي؟ ده انت حيال عندك مكتب صغير قد كده، اصغر من جنينه بيتكم. هيبقى في شغل ان شاء الله، وهيبقى في مراكب وشحن، بس بالحلال مش بالحرام. حرام؟ هو مين اللي شغال حرام؟ انت شغال حرام. انت ما تعرفش غير الحرام. حطيت ايدك على الشركه بالحرام وخدت كل حاجه بالحرام. ايه؟ اوعى تكون فاكرني مش عارف كل حاجه. ده انت مصمم بقى تنخرب ورايا. ولسه انت فاكرني هسيبك؟ يا علي، وانا اللي فاكرك اتهديت واستسلمت. انت لسه فيك نفس بقى. وانت تعرف ان تربيه البارون كده برضه. البارون اللي انت ضيعت تعبه وسمعته بشغلك الشمال، بس مسير كل حاجه هترجع والحق هيرجع لاصحابه. تبقى اول ما يرجع بقى ابقى طمني. سلام يا علي. انت متأكدة ان هي؟ والله العظيم هي. اوريكي تفريغ الكاميرات، دي ما سرقتش مرة، دي سرقت 3 مرات. هي ما تعرفش ان في كاميرات؟ طبعا محدش يعرف. سرقت كام بقى؟ بتاع 90,000 جنيه. وهي فين بقى؟ على وصول. الشيفت بتاعها هيبدأ دلوقتي. لازم تعمل لها محضر. لا اوعي. طب هتعملي معاها ايه؟ لما توصل بس. نسرين، انا عايزاكي تجيبي بنت جنب البنت اللي موجوده هنا، بس تكون بتاعت شغل وتعرف تبيع. انا حاسه ان البنت دي مش مركزه. طب تحبي امشيها لك؟ لا، انا ماشيه ليه؟ نقطع عيشها ليه؟ حرام. هي لا سرقت ولا عملت مصيبه. صباح الخير يا وليد. اهلا 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 اهلا. وانا اقول المكان كله نور كده ليه؟ اهلا، الحمد لله على السلامه. ازيك؟ فريده، انتي سرقتي فلوس من الخزنه؟ انا اعمل كده؟ شله دراعي يتشل قبل ما اعمل كده. انا عايزه اعرف مين اللي وقع بيني وبينك. ما كانوش 90,000 جنيه؟ مش فاكراهم؟ 90,000 جنيه؟
انا اسرق 90,000 جنيه؟ طب اعمل بيهم ايه؟ هو انت مخلياني عايزه حاجه؟ لا بجد دي اهانه. وبعدين انت عارفه كويس قوي انا كنت ايه اللي يخليني اسرق؟ فريده انت كدابه عشان الكاميرات صورتك. وهنا في كاميرات؟ في. ادي كاميرا ودي كاميرا ودي كاميرا. غصب عني، غصب عني والله، ما كانش قصدي. انت ما تعرفيش حاجه من اللي فيا، من الوجع. اصل انا عندي المرض الوحش. عندك المرض الوحش؟ سلامتك، الف سلامه. ما قلتليش ليه؟ بدل ما تسرقي وتأذي نفسك ما قلتليش ليه؟ ما رضيتش اضايقك، عارفه ان انت هتزعلي عليا، عارفه ان انت ممكن تتقهري. قلت لا مش ممكن ازعلها ابدا، بس حقك عليا، مش هعمل كده تاني. قولي لي، هو انت هتطلبي لي البوليس؟ لا يا فريده، مش هطلب لك البوليس. طول عمري اقول ان انت اصيله وبنت اصول، وانا هرجع لك الفلوس تاني. مش عايزاكي ترجعي حاجه، اعتبريهم صدقه لله. ربنا يخليكي ويديكي الصحه وطولة العمر ويزيدك من نعيمه. اعتبريها اخر مره. في حاجات كده يا فريده اول مره فيها زي اخر مره. انا عايزه اطلب منك بقى طلب. انت تأمريني على راسي من فوق، على راسي. عايزاكي تطلعي بره، مش عايزه اشوف وشك هنا تاني. اطلعي بره بره. انت ازاي تعملي كده؟ ازاي تسيبيها تمشي من غير ما تديكي الفلوس؟ نسرين انت ما تتكلميش خالص، انت السبب، انت اللي خليتيها تشتغل معانا. ما انا ما كنتش اعرف ان هي لسه زباله. نسرين افهمي، في ناس كده شرها غالبها، الناس دي تبعدي عنها خالص. اتفضلي كملي شغلك. ألف مبروك يا أدم بيه. في جديد في قضية أبويا؟ لا، في جديد في موضوع الأرض والمصنع والمحلات كمان. إيه؟ هو الحكم طلع؟ وكسبناه وكل حاجة رجعت لك يا كبير. أنت بتتكلم بجد؟ أيوه بتكلم بجد طبعا. لا، وحكم نهائي. والأفندي لو كان لسه فيه روح كان زمان اتحكم عليه بالسجن. الله، في إيه؟ أنت مش فرحان ليه؟ أفرح إزاي؟ أفرح إزاي بعد اللي عملته في الأرض والمصنع؟ أنا هستلمهم شوية فحم. اللي باظ يتصلح. تصلح بكام؟ تصلح منين؟ مش أحسن من ما فيش. عارف يا متر، الحكم ده لو كان طلع بدري شوية. مش كل حاجة بتيجي في الوقت اللي احنا عايزينه. عندك حق. احنا خلاص ما بقاش لنا عيشة في الخان. انا قررت ان احنا نمشي من هنا. ليه؟ عشان مش مستغني عنكم يا ابني. كفايه اللي حصل. ايوه يا بابا، بس ما هو الشغل والمصنع بقوا زي الفل وكل حاجه هترجع زي الاول. مفيش حاجه هترجع. انت ليه بتقول كده؟ احنا كسبنا القضيه. مفيش حاجه هترجع زي الاول. لا المصنع هيرجع زي الاول ولا وضعنا في الخان هيرجع زي الاول. انت ليه بتقول كده؟ عشان ما عنديش استعداد انزل الحقك في نصاص الليالي وانت فاقد الوعي، ولا عندي استعداد ان انا اجيب لاختك عقده نفسيه بعد اللي شافته من ابن سليمان، ولا عندي استعداد اخش مشاكل مع سليمان نفسه، لا هو ولا غيره. خلينا نمشي من هنا بأقل الخسائر. لو قعدنا هنخسر اكتر.
اسمع كلام ابوك يا نادر وانت ساكت. اللي جاي هنا مش لينا ولا لحد من عيلة الطاهر، اللي جاي لناس تانية خالص. ولو ما مشيتوش من هنا انا همشي. انا خلاص كرهت الخنب اللي فيه. ايوه بس احنا لو مشينا من هنا هنروح فين؟ ارض الله واسعه يا ابني. خلصت بعت البيت يا سعد؟ خير ان شاء الله. أيوة. خير في ايه؟ نسرين انت عارفه انا بحبك قد ايه؟ طبعا. انت لو كان عندك اخت ما كنتيش حبيتيها زيي. وعارفه انا بخاف على مصلحتك ازاي؟ اكيد. هو انا عملت حاجه تضايقك؟ انت عارفه ان انا من اول يوم شفتك فيه ما شفتش منك غير كل خير. هو في ايه؟ نسرين انت لازم تمشي. امشي منين؟ تمشي من هنا، من الشغل. ليه؟ عشان انت هنا مدفونه بالحياه، كل حاجه منسوبه ليا، وانا لو سبتك كده هكون انانيه ومش عايزه مصلحتك. عشان كل حاجه انت اللي بتعمليها يا دليده. لا بالعكس، انت بتساعديني في حاجات كتير جدا. اي نعم انا اللي بصمم وانا اللي بنفذ وانا اللي برسم، بس انت اللي ماسكه الاداره وكل حاجه تانية. بس انت وانا كنت اشتكيت لك. مش لازم تشتكي لي، انا من واجبي ان انا اعمل كده من نفسي. بس انا مش عايزه امشي حتى لو ده لمصلحتي. نسرين انت اسمك ده لازم يبقى براند، لازم الناس كلها تشتري من عندك، لازم تعرفي يعني ايه نجاح، لازم تكسبي فلوس. ماشي يا دليده، لو ده هيريحك انا همشي. على فكره ده مش هيريحني، ده هيتعبني جدا، بس نجاحك عندي اهم. طب ولو فشلت؟ مش هتفشلي، انا متاكده. وحتى لو مكانك هيفضل موجود والنسبه بتاعتك هتوصل لك كل شهر، وفي مبلغ يعني انا حولتهولك على حسابك في البنك هيساعدك انك تبتدي. ماشي تمام. طب هي مركب دليده دي لو اتعدلت تفرق في حاجه؟ اه طبعا هتفرق. هتشيل على الاقل ضعف الشحنات اللي بتشيلها في العادي. ما شاء الله، ان شاء الله يبقى وشها حلو عليك يا رب. يا رب ان شاء الله. قولي لي انت اخبارك ايه؟ والله انا عندي وجع دماغ جامد قوي من ساعه ما نسرين مشيت. والله انا بصراحه كنت ضد ان هي تمشي، بس انت حره بقى، شغلك يعني. لا بس انا لو ما كنتش يعني سبتها تخوض التجربه دي لوحدها كنت احس ان انا انانيه ومش عايزه لها الخير. يلا ربنا يكتب الخير للكل ان شاء الله. بعدين بصراحه الشركاء اللي معايا قرفني شويه. ليه عملوا ايه؟ طريقتهم مش عجباني، يعني بيعملوا تصميمات مفتحه عريانه، وانا بصراحه ما بحبش كده. طب ما ممكن يبقى هو ده الستايل بتاع البراند بتاعهم. حتى لو يا علي، بعدين ما تنساش ان في بنات صغيره بتتاثر بالتصميمات بتاعتي، ده غير البنات اللي بتشتري من عندي. مش عايزه احسسهم ان عادي تلبسي مفتوح، عادي تلبسي عريان. ماشي انا فاهم، بس واحده واحده عليهم. والله انا واحده واحده وماسكه نفسي بالعافيه،
بس هما لازم يفهموا ان انا عندي عادات وتقاليد، وان انا بنت مصريه عربيه مش اوروبيه. في دي بصراحه معاكي حق. مين يصدق إن المصنع اللي كان مليان حركة ونشاط وشغل وفلوس بقى ده حاله، بقى عبارة عن خردة كبيرة، خردة ملهاش أي قيمة. انت فين يا ادهم بيه؟ انا بدور عليك من الصبح. أنا هنا أهو يا سيدي، أؤمر. في مصيبه، المصنع طلع عليه مديونات كبيره قوي للكهرباء والميه، والضرايب النهارده بعتت لي الصبح بمديونات اكتر من ثمن. ده حله ايه؟ لازم ندفع طبعا، وعشان احنا ما معناش لان المبلغ كبير فهيتحجز على المصنع ويطرح في المزاد للبيع. وصلنا ليه يا رجاله؟ قربنا يا ريس، على طول ان شاء الله. على طول دي المفروض تبقى اول امبارح. التعديلات خدت وقت كتير قوي اكتر من اللازم كده. لولا الجو اليومين اللي فاتوا دولت كان صعب يا ريس، كان زماننا خلصنا يا ريس. مش هخبي عليكم انتوا اخواتي، احنا لازم نخلص في اسرع وقت ممكن. انا عليا ديون قد كده. ننزلوا المركب بس البحر وانا هدلعكم اخر دلع. على الله يا ريس، هنشتغلوا بايدينا واسناننا يا ريس. البركه، يلا ربنا معاكم. هنعمل ايه يا ادهم بيه؟ ولا حاجة، هندفع طبعا. بس المبلغ كبير قوي. ولو هيدفع حتى لو وصلت نبيع كل حاجة. مش قوي كده. لا قوي كده. هو انت عايز نسيب حد غريب يخش المزاد ياخد المصنع والارض؟ الخان ده بتاع سليمان الطاهر وادهم سليمان الطاهر، وعمره ما هيبقى لحد تاني. هو احنا رايحين فين يا بابا؟ ما انت عارف يا ابني احنا رايحين فين. ما احنا اتفقنا خلاص ان انت لازم تدخل المصح عشان انا وامك خلاص ما بقناش قادرين عليك. انا مش عايز. انما يا بابا عشان خاطري والنبي انا هبطل ولو قعدت كده هبطل والنبي انا مش هشرب تاني. هتشرب يا نادر، ومش كل مره هتسلم الجره. المره الجايه ممكن تتحبس ولا تموت يا ابني. لا والنبي انت لو حبستني هنا انا هموت والنبي عشان خاطري. ده احبسني في البيت والنبي بلاش المصحة والنبي عشان خاطري والله ما هقدر والنبي ماما ابوس ايدك بلاش والنبي. مش فاكرك. لا انا هبطل والله هقعد في البيت هبقى كويس ما تزعلش يا عم سليمان، ده مش حكم نهائي، ده لسه في نقد. مين قال لك اني زعلان يا امين؟ بالعكس انا مبسوط. انا اول مره اشوف واحد مبسوط عشان واخد تأبيده. ليه بقى؟ ده بنت الكبير. انا ما خدتش تأبيده عشان قتلت واحد كنت بحاول اسرقه. ما خدتش تأبيده عشان تشرت في الممنوعات. أخدت تأبيده عشان خدت بطار بنتك ربنا يهون عليك ويصبرك يا عم سليمان. جيمي، وديتي التصميمات المصنع؟ وقربوا يخلصوا الشغل كمان. تمام. تالي حجزتي القاعة اللي هيحصل فيها الفاشن شو والمودلز؟ أنا مش عايزة أي غلطات، دي باريس، يعني ما ينفعش نعمل أي أخطاء. أنا حجزت ودفعت، بس المودلز لسه شوية، أنا بختارهم كويس وكمان من كذا أوبشن. أوكي، ماشي. تمام، كملوا شغل.
علي انا اسفه جدا اتاخرت عليك. لا ولا يهمك، انا بعمل شغل اصلا. تمام. اخبار داليدا ايه؟ ما يزال امر الدنيا. يا علي انا قصدي المركب. الحمد لله خلاص قربت تنزل. طب معكش صور؟ عايز تشوفي صورة؟ اه. ماشي. مع اني ما كنتش عايز افرجك بس ماشي. دي اول صورة نصورها لها. ايه رايك؟ ما شاء الله، ان شاء الله يبقى وشها حلو علينا. ان شاء الله.